هل ممكن لجندي انه ينصب على مئات الاشخاص والمستثمرين في حاجه ملهاش وجود من الاساس؟ جريجور ماكي جريجور صاحب اكبر عمليه نصب في التاريخ. انا عصام عبد الحميد وده المفيد. جريجور جندي بريطاني اسكتلندي اتولد في 24 ديسمبر سنة 1786 في اسكتلندا، والتحق في الجيش البريطاني من شهر ابريل سنة 1803، يعني كان عنده تقريبا 16 سنة. اشترت ليه عيلته وثيقة ملازم بحري في فيلق اسمه فيلق 57. الوثيقة دي كانت ب 450 جنيه استرليني، وقتها طبعا ده كان مبلغ كبير. وقت دخوله الجيش البريطاني صادف بداية الحروب النابليونية، ودي سلسلة حروب حصلت في أوروبا في فترة حكم نابليون في فرنسا. لو عايزين ننفرد بسلسلة حلقات عن الحروب دي يا ريت تقولوا لنا. جريجور اشترى رتبة جنرال ب 950 جنيه استرليني بدل ما يستنى 7 سنين عشان يترقى للرتبة دي. شكله كده كان بيمشي كل حاجة بالفلوس. شارك في الحرب في صفوف الجمهوريين في فنزويلا ضد اسبانيا. هو طبعا كان بيحارب في الحرب دي كمرتزق، يعني بيحارب للي يدفع اكتر، بس نخليها في صفوف الجمهوريين اشيك. برغم براءته في القتال الا انه كان في خصله ما كانتش تمام قوي، حسب ما كان بيتقال عليه اثناء معاركه، انه اول ما كان بيحس ان الهزيمه قريبه منه كان بيسيب رجالته والمعركه كلها ويتكل على الله ويمشي. دخول جريجور الجيش في سن صغير كده مكنه انه يكسب ذكاء عسكري وذكاء في النصب كمان، وهو ده موضوعنا النهارده. ومش هنطول في حياته العسكريه وخلينا نعرف ايه هي اكبر عمليه نصب عملها جريجور ماكي جريجور. سنه 1821 جريجور بدا خطته في عمليه النصب، واتملت شوارع لندن وقتها باعلانات عن بلد خياليه اسمها بويايز، وانها طبعا بلد صغيره محدش لسه اكتشفها، فبالتالي محتاجه مهاجرين. على حسب ما روج ليها جريجور انها كانت بلد زي الجنة بالنسبة للبريطانيين، أرض مثالية مش ناقصها أي حاجة من بحار، أنهار، جبال، وأراضي زراعية كمان. ووقتها أقنع الناس إنها بلد ليها جيش ونظام متكامل. وطبعا كل الكلام الجميل ده كان من تخيلات جريجور، هو رسمها كده من خياله وادعى إنه كزيك على البلد دي. كزيك أو كزك دي حاجة كانت زي أمير إمارة أو عمدة ولاية، حاجة زي كده. مكان البلد دي على حسب ما وصفها جريجور كانت على ساحل البحر الأسود، وكانت قريبة من دولة هندوراس زي ما واضح قدام حضراتكم كده على الخريطة. جريجور وقتها كان عارف رغبة الأوروبيين عموما في الهجرة لأمريكا، طبعا بحكم إنها الحلم الأمريكي، وهو طبعا استغل ده وسهلت ليه خطته. طبعا جريجور كان أذكى من إنه يروج لحاجة زي كده من غير إثبات يقنع بيه الناس. وساعتها جريجور طبع دولارات باسم البلد الوهمية بويايس، وعملات معدنية كمان. جريجور عشان يعمل احتياطاته ومحدش يركز مع اللي بيعمله طبع الأوراق المالية كلها في اسكتلندا، والحركة دي خلت المحللين الماليين إنه يوصفوه بالأب الروحي لتزوير الأوراق المالية. ومش بس كده، ده كمان أودع 200 ألف جنيه استرليني في السوق البريطاني عشان يبيعهم كسندات للأراضي في البلد الوهميه بتاعته. وبدا فعلا انه يبيع اراضي، وده خلى التجار والمستثمرين ان هم يطمعوا في البلد دي، وبداوا يشتروا مئات الفدادين، وكان الفدان تقريبا كما يقال يعني انه كان ب 11 جنيه استرليني. الحقيقه حضرتك ممكن تسال سؤال بديهي جدا، هو ازاي الناس دي كانت ساذجه للدرجه دي؟ يعني حاكم بلد بنفسه هيسيب البلد اللي بيحكمها ويسافر اوروبا عشان يستقطب مهاجرين؟ الحقيقه انا زيك برضو بسال نفس السؤال وما عنديش اجابه. في سبتمبر 1822 ويناير 1823 اتوجهت أول سفينتين للبلد الوهمية بويايز، وكان على السفينتين دول تقريبا 250 مهاجر أو راكب. وخلينا أفكرك إن بويايز هي بلد وهمية. بمجرد وصولهم اكتشفوا إنها مجرد غابة على ساحل البحر، واللي بالمناسبة مات أكتر من تلتينهم بسبب الأمراض الاستوائية زي الكوليرا والملاريا. أما التلت التاني كانوا 50 شخص تقريبا، وتم إنقاذهم عن طريق سفينة بريطانية شافتهم بالصدفة. الغريب واللي يضحك فعلا ان كان في ناس من اللي رجعوا كانوا متاكدين وواثقين ان جريجور رجل صادق و10 على 10، وان اللي كان موكلهم للاشراف على المهاجرين هم اللي ما ادوش مهمتهم وخذلوه. الحقيقه برضه انا مش عارف الناس دي كانت بتفكر ازاي. في الوقت ده جريجور سافر على فرنسا، مش عشان يهرب من اللي عمله، لا، علشان يكمل اكل عيش على الفرنسيين ويكمل نصب. وفتح مكتب زي مكتب تسويق عقاري في وقتنا ده، وبدا يروج من جديد لبلده بويايز، وبدا في بيع سندات من جديد. بس المره دي الحكومه الفرنسيه شكت في الموضوع، وشكت اصلا ان في بلد اسمها بويايز، وبالفعل تم القبض عليه هو و3 كمان كانوا بيساعدوه بتهمه النصب والاحتيال. بعدها تم ادانه شخص واحد بس من اللي كانوا بيساعدوه، وتم تبرئه جريجور لعدم كفايه الادله بعد ما قضى في السجن 8 شهور. اتكتب عن جريجور كتاب لديفيد سانكلير بيحكي خطته في النصب. اسم الكتاب The Land That Never Was.
الأرض التي لم يكن لها وجود. وبالمناسبة الكتاب ده يعتبر مصدر رئيسي لحلقتنا النهارده. وحسب ما اتقال إن جريجور بالرغم إنه اتشك فيه واتسجن بتهمة الاحتيال، إلا إن سنة 1827 جريجور رجع تاني للندن بريطانيا وأصدر سندات للبيع لبويايس من جديد، ويقال إنها كانت بقيمة 800 ألف جنيه استرليني. في الحقيقة أنا مش متخيل إزاي بني آدم طبيعي يعمل كل ده غير إن غروره بذكائه وسذاجة الناس كانوا دافع ليه. في النهاية جريجور وقف عمليات النصب وقرر في سنة 1838 إنه يرجع ويسافر تاني لفنزويلا، واللي ساعتها استقبلوه كبطل بحكم إنه ساهم في استقلالهم ضد أسبانيا زي ما قلنا في بداية الحلقة، وعطوه معاش تقاعدي كرجل عسكري. سنة 1845 جريجور اتوفى في فنزويلا من غير إدانته بجريمة نصب واحدة. جريجور كان نصاب مش عادي من خلال قدرته على إقناع الناس، زي ما قالت الصحفية الروسية ماريا كونياكوفا: كيف تجهل شخص ينحني لإرادتك؟ والحقيقة هي كان عندها حق. السؤال ليك دلوقتي، هل شايف انه كان نصاب ذكي ولا كان مجرد الحظ حليفه؟ لو عجبك النوع ده من المحتوى اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. انا عصام عبد الحميد وده المفيد، اتشرفت بمتابعتكم. سلام.